حازم الماستوري في الترجي الرياضي التونسي بنسبة كبيرة، والانتدابات ما زالت متواصلة للترجي التونسي. في الفيديو هذا باش نحكيو عن انتدابات. أرجو منكم الدعم جيم بارتاج وأبوني في قناة يوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واحنا مكشخين واحنا متابعين، واحلى جمعية في العالم هي الترجي الرياضي التونسي. لكن خلينا نبدا الفيديو. أرجو منكم الدعم جيم بارتاج وأبوني في قناة يوتيوب وماكس بارتاج خلي الفيديو يوصل. اليوم باش نحكيو عن انتدابات الترجي التونسي، باش نحكيو زاد على انتداب اللي منتظر بنسبة كبيرة اللي هو حازم الماستوري بس صح مع الترجي الرياضي التونسي. انا الناس الكل حكاو على الانتداب هذايا، ايضا انا واحد من الناس في فيديو الفارط حكيت على الانتداب هذايا. ان شاء الله قلت باش يتم بنسبه معناها ضئيله لكن طولت بنسبه كبيره، خاصه حسب الاعلامي احمد عداله اللي صرح في موزايك، اللي صرح معناها وقال معناها حازم مستوري باش يجي الترجي التونسي. واسمعوا معايا شنو قال. بدنا نحكي عن الترجي التونسي. حازم المسطوري المفروض يكون ويوصل اليوم الى تونس لانهاء اجراءات التعاقد ديالو مع الترجي الرياضي التونسي، ومزيد تفاصيل زاد تقام بعد شويه في ريكاسبور يخص الموضوع هذا. معناها ما جبتش انا معلومات من راسي، معناها حسب الاعلامي احمد عداله قال بنسبه كبيره حازم المنصوري في الترجي الرياضي التونسي. ايضا نمشيو للانتداب اللي حكيت عليه بيدرو امورال اللي قلت معناه ظهير ايسر باش يجي الترجي التونسي. للاسف الصفقه لم تتم واللاعب صح في فريق في البرتغال، وايضا الصفقه لم تتم بنسبه كبيره على خاطر ما حرصناش ان معناه نصحوا مع الملاعب هذايا، وما فماش معناه تفاعل ما بين الملاعبي ما بين إدارة الترجي التونسي بنسبة كبيرة. هذا اللي خلى معناها الصفقة تتعاقد، وأيضا اللاعب يصح مع فريق البرتغال، وأيضا هذا اللي خلى الترجي التونسي معناها ما تنجمش صح مع اللاعب هذا، رغم اللي نحن محتاجين الظهير أيسر. لكن الترجي التونسي ساعات بنسبة كبيرة اني ما تحط البلون بي باش انت تجيب ظهير ايسر في قيمة الترجي التونسي، وبنسبة كبيرة باش يكون الزواري عمره 28 سنة، الطول متر و83، يلعب اساسيا ظهير ايسر وبالقدم اليسرى، وينجم ايضا يلعب كوسط ايسر وظهير ايمن، وعقده مع لو هيفر ممتد الى جوان 2027. يانيس الزواري من نقاط القوة اللي عنده، من اهم النقاط نتاع انيس الزواري انه معناها في 2025 2026 لعب 30 مباراة في الليج 1، وايضا 28 منهم هو بدا اساسي بمجموع 2338 دقيقة. هذا يعني معناه الملاعبي هذا معناه حاضر 100%، وايضا ماهوش احتياطي، ومعناه ملاعبي متكامل وعنده امكانيات كبيره، وايضا ينجم يقدم اضافه للترجي التونسي. وايضا هذا يبين اللي عنده الاستمراريه كونه بدأ 28 مباراه، وهذا يعطي من 30 مباراة، وهذا يعطي انطباعا قويا على ثقة الإطار الفني في فريقه، وايضا على تحمل ساق البطوله، وينجم يلعب معنا في المقابلات الكل ويكون حاضر كما يلزم. الظهير ظهير هجومي عنده قدره على التقدم وصناعه العرضيات. في الموسم الماضي سجل هدف وصنع هدف، كما تظهر ارقامه 182 عرضيه و27 تدخل ناجحا و30 افتكاكا ناجحا. المرونه التكتيكيه هذه نقطه مهمه للترجي التونسي. المرونة التكتيكية هذه نقطة مهمة للترجي. بالنسبة ليانيس الزواري لا يقتصر على الظهير الأيسر، بل يمكنه اللعب أيضا كوسط أيسر وظهير أيمن، وهذه حاجة باهية في الملاعب اللي هو تمين اللي هو جوكير. بالنسبة نقاط ضعف، مش ماهوش نقطة الضعف اللي عنده الوحيدة انه معناه ماهوش ظهير هداف، ما ينجم يصنع لك الفرص، ينجم يقدم الإضافة على المستوى الهجومي. لكن النقطة اللي المهمة معناها لازم معناها الترجي التونسي تكون معناها العلم بها ولا دراية كبيرة انه الملاعب يأسكو معناها ينجح معناها مع الترجي التونسي. زاد كيف عنده من نقاط الضعف ايضا الانضباط، حصل على 7 بطاقات صفراء في الموسم الماضي، وهي نقطة تستحق الذكر. الزواري عنده حاجة مهمة برشا، هو مش لاعب جاي من بطولة صغيرة باش يبوه ونشوفوه، لكن الملاعبي لعب 28 مباراة أساسي في الليج 1، وهذه حاجة باهية الموسم الماضي. أما السؤال الحقيقي، هل الاستمرارية والخبرة هذه معناها أنه الظهير الأيسر الذي ينقص الترجي؟ هذا سؤال نخليه للمتابعين تاع الترجي التونسي. هل الزواري في قيمة الترجي التونسي ولا لا؟ الزواري عنده خبرة، عنده جاهزية ومرونة وقدم اليسرى، ويلعب في 3 مراكز، وأيضا ينجم معناه يكون ممتاز جدا على مستوى الظهير الأيسر. معناه هل ينجح مع الترجي التونسي ولا لا؟ زاد موضوع مهم ياسر، موضوع الجبري بنسبة كبيرة قاعد في الترجي الرياضي التونسي، خاطر ملاعبي أشرف الجبري يقدم مستوى ممتاز في الكلاسيكو، ثقة من المدرب، وأيضا باش يقدم مستوى ممتاز بالنسبة لي أنا الجبري. أيضا دانهو لحد الآن ما فما حد شيء رسمي على أنه خرج ولا ما خرجش، هو صرح وقال معناه مانيش خارج من الترجي التونسي في الفترة الحالية. معناها ما فهمنا شيء في النقطة هذه، معناها ما فماش حد شيء رسمي لا دانهو لا الجبري. إن شاء الله يكون عجبكم فيديو.
ان شاء الله ننتظروا شنو تجري في الايام القادمه في الميركاتو نتاع الترجي التونسي، وايضا باش نتبعوا كل كبيره وصغيره ان شاء الله، وانتظروني ان شاء الله بقدر ربي باش نقدم لكم برشا فيديوهات وبرشا تحاليل عديد اللاعبين. ارجو منكم الدعم، جيم بارتاج ابوني في قناه توبه. احنا كاش متابعين، الى اللقاء.